ايه الفرق بين المرض النفسي والعقلي؟ كتير قوي مش بيعرف الفرق بينهم، واصلا كتير معتقد ان الاتنين واحد، ان المرض النفسي هو المرض العقلي. علشان كده انا عامل الفيديو ده علشان اوضح لك الفرق بينهم. المرض النفسي هو عبارة عن اضطراب في المزاج العام والافكار والسلوك، بس الشخص منتصل بالواقع مش منفصل عنه، يعني عارف ايه. ومن ابرز واشهر الامراض النفسية المنتشرة هو الاكتئاب، القلق، نوبات الهلع، الوسواس القهري، اضطراب كرب ما بعد الصدمة. بتكون نتيجة ضغوط الحياة اللي احنا بنمر بيها، وكون انت متصل بتكون عارف ان في مشكلة جواك وانت اتأذى منها، فبالتالي بتلجأ للعلاج او بتلجأ لأي حد متخصص، فبيكون على دراية عالية من الاستبصار. طيب بالنسبة للأمراض العقلية، هو عبارة عن اضطراب أو خلل في الدماغ نفسها، في طريقة الإدراك للأشياء، فبالتالي بيكون أنت منفصل عن الواقع، مش عارف تفرق بين الحقيقة والخيال. ومن أشهر الأمراض العقلية المنتشرة هو الفصام، نوبات الهوس أو ثنائي القطب، الذهان بأنواعه، بالهلاوس، بالضلالات. فأنت بتكون عايش في هلاوس، بتشوف وتسمع حاجات، أو في ضلالات اللي هي قابلة للنقاش أصلا، فانت بتكون غير مستبصر، انت شايف نفسك سليم ما فيكش اي مشكله. النقطه الاساسيه والابرز في التحديد النفسي والمرض العقلي هي الاستبصار. المرض النفسي شخص مستبصر عارف ان هو عنده مشكله لحد متخصص عشان يعالجها، انما المرض العقلي هو غير مستبصر تماما، مش شايف نفسه مريض اصلا. وده كان ببساطه الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي.